رغم كل مساوئ زين العابدين بن علي إلا أنه رجل دولة خبير مؤسساتها، وهو إطار في وزارة الداخلية، وكان تلميذا نجيبا لبورقيبة رحمه الله الذي أسس تونس الحديثة. ورغم هفوات الرجلين إلا أنهم كانوا وطنيين إلى النخاع، قاموا بجعل تونس لؤلؤة في محيطها، وتتصدر مؤشرات التنمية البشرية. والتعليم في تونس غني عن التعريف، خصوصا في البلدان العربية والشمال إفريقيا. وكان الرئيس الراحل بوتفليقة رحمه الله نوه بتونس عندما ارتفعت ميزانيتها وهي لا تتوفر على الغاز والبترول. ومع الأسف من يحكمون تونس اليوم يرجعونها إلى الوراء.